عايزين نرجع تاني للأسرة ونعرف منك بقى قصة كريم. كان بيلعب كورة حلوة أوي، كان في الأشبال، وكان كريم تختوخ بس لعيب. فجه مدير النادي في يوم، كان النادي ده هيلاعب الزمالك تاني يوم، فمعدي معاهم كده، فيقول له مين الواد التختوخ ده؟ قال له ده كريم ماجد، أحسن لعيب عندي. قال لا 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 لا، ما لعبش أنا الأفيال دي. كلمة وسمعها. اسمعها. روح كريم لقى رجيم اسمه رجيم السباعة، نزل 53 كيلو في 3 شهور. انا بعتذر له، انا ما خدتش بالي. مامته كانت بتيجي تقول لي كريم بيخس جامد، كريم الحق. اقول لها كويس احسن، وكل ما يخس اديله فلوس. انا بشجعه، كان طفل تختوخ 105 نزل ل 53 في 3 شهور. المهم لقيت المدرسه بتتصل بيا، كريم مغمى عليه، سكره 36، كل غدد جسمه واقفه. الحمد لله رب العالمين. خرج بعد أزمة رهيبة جدا، خرج منها كريم نفسيا مش مظبوط. هو بيعمل كده عشان يرجع للكورة. خرج من الأزمة على دخلة الكورونا، عايز يلعب كورة مش عارف. يا نهار أبيض، قال لي الكورونا أصلا بابا، تجيب اكتئاب لوحدها. بالظبط، مم. أنا خايف الولد نفسيا يتأثر، وتأثر. خرجنا من حكاية الكورونا، بدأ يروح الجيم، بدأ يبقى مايندد جدا بحكاية البادي بيلدينج، وبدأ حياته كلها في الجيم. قال لي أنا لقيت نفسي. معقول كلمة عملت كده؟ آه آه ما ده مشكلة التنمر. دي مشكلة التنمر، بس كريم عنده حاجة، هو صنع الحمد لله رب مجد العالمين. من الوقعة اللي دي. حصل بقى ايه؟ كريم عارف ان داخل بطولة في ايرلندا، ناس من العالم كله جايين، وعارف ان في واحد اسرائيلي داخل قصاده، فهو خايف جدا الاسرائيلي يفوز عليه. يعني هو يعني عايز يفوز بالبطولة، وده تارجت، وعمال يجهز لها سنة. جاب علم فلسطين وخده معاه، انا ما اعرفش، والحمد لله رب العالمين حقق مركز اول. ولقينا الصورة بتاعته اللي انتشرت في الفيسبوك، وهو ماسك علم مصر في ايديه ولافف علم فلسطين على بطنه. بطل. فبيقول لي يا بابا انت ما تعرفش، وانا رافع علم مصر وعلم فلسطين قصاد العالم دي كلها، كان شعوري عامل ازاي؟ عزة، عزة.